تعال اوريك فرق العقليه بين لاعب محترف ولاعب تاني عادي. محمد علي بن رمضان من ساعه ما سافر تونس لقضاء اجازته ريح دماغه على الاخر، لا شفنا له صوره على الانستجرام ولا شفنا له حتى ستوري على الانستجرام ولا شفنا له اي حاجه على السوشيال ميديا ولا تعليق في قناه ولا حتى كومنت ولا اي حاجه نهائي. هادي ورايق ومكبر دماغه على الاخر. ما شفناش ليه غير صورتين ثلاثه منزلها على الاكونت بتاعه على الانستجرام من فيديو تقديمه لاعبا للنادي الاهلي عز الصيف اللي كل اللعيبه بتصيف وبتقضي اجازتها، اللي في الساحل واللي في تركيا واللي لسه في امريكا واللي عمال ينزل صوره على الانستجرام واللي عرفنا كل يوم استوريات على الانستجرام. محمد علي بن رمضان غير دول نهائي، مكبر دماغه على الاخر. حتى لو بيستمتع باجازته فهو بيستمتع باجازته لوحده، ما بينزلش حاجه على السوشيال ميديا ومش عرفنا كل يوم ستوري واثنين وثلاثه. حتى يا جدع في عز كاس العالم للانديه اللي كل لعيبه النادي الاهلي نزلت صورها على الانستجرام واللي كل يوم ستوري واثنين وثلاثه ان هم متصورين جنب ميسي وان هم لعبوا قصاد ميسي. ده حتى يا جدع حمدي فتحي اللي كنا بنضرب بيه المثل ان هو موظف في كره القدم هو كمان نزل، الا لاعب واحد بس هو محمد علي بن رمضان الوحيد اللي ما نزلش ولا صوره ولا حتى ستوري في عز كاس العالم للانديه. هو ده المثال الافضل للعقليه المحترفه فعلا. محمد علي بن رمضان فعلا شخصيه جديره بالاحترام. ان شاء الله يقدم افضل اداء مع النادي الاهلي في الموسم الجديد ويكسر الدنيا مع النادي الاهلي. اتمنى كل لعيبه النادي الاهلي تكون زي محمد علي بن رمضان وساعتها هتلاقي النادي الاهلي في حته تانيه خالص. بس كده، يلا سلام.